أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير وفرح وسرور بهاي الأجواء الشتوية الحلوة. اليوم حبيت أعمل طبخة كباب، هيك كرات، كباب كرات مع فلفل ألوان مع رز بشعرية. شايفين هون عمالي بحمص الشعرية حتى لونها يعني يعطي على أشقر غامق شوي. خليها تغمق شوي لأنها بتفتح مع الرز، لما أحط الرز عليها وأحط المي بتفتح، فخليها تتحمص مزبوط يعني. شايفين كيف أحبتي؟ وهي الكباب هذا اللي الفيديو اللي قبل هاد شرحت لكم عنه. عملت الكباب مثل هيك كرات وقليتها كتير منيح بالسمن والزيت، وبعدين حطيت عليها البصل شرائح مثل ما انتم بتشوفوا. هي البصل، هي البصل، شايفين البصل كيف؟ البصل شرائح، ومثله الفليفلة كمان قطعتها. وحمصت الكرات اللحمة، بعد ما تحمصت حطيت عليها البصل وحمصته كتير منيح، وبعدها حطيت عليه أحبتي الفلفل. وهلأ بعد ما حطيت عليه الفلفل قليتهم مع بعض كتير منيح. بعد ما قليتهم أحبتي مع سوا حطيت عليهم معلقتين رب بندورة، معلقتين كبار، ومعلقة كيتشب، وحطيت عليهم معلقة صويا صوص، وحطيت عليهم معلقة دبس رمان كمان مع دبس الرمان كتير زاكي، وقلبتهم مع بعض كتير منيح. وبعدين حطيت عليهم 3 مجات مية مغلية وخليتهم يطبخوا. وهلا هيك هاي جهزت. هلا بدي اطفي تحتها. عرفتوا احبتي؟ يعني كيلو لحمة معمول كرات مقلب السمن والزيت. هلا خذوا المقادير كتير منيح واسمعوها كتير منيح وطبقوها، بتطلع بتشهي. كرات اللحمة مثل هيك قليتها بالسمنة والزيت، وبعدين حطيت عليها شرائح البصل وقليتها وقلبتها كتير منيح وخليته يتدبل البصل، وحطيت عليه معلقة ملح صغيرة ممسوحة مش معبية، لأنه حطيت معاهم حبة ماجي. وبعدين حطيت عليها الفلفل ألوان مثل ما أنتم بتشوفوا. هيها فلفل ألوان، شايفين كيف أحبتي؟ فلفل ألوان أحمر وأصفر وبرتقالي الفلفل لونه. وبعدين حطيت عليها معلقتين رب البندورة ومعلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان، وخليتهم يتقلوا مع بعض، ومعلقة كمان كيتشب. وقلت لكم انا انه حطيت معلقتين رب البندوره وخليتهم يتسبكوا كتير منيح. بعدين درت عليهم مي مغليه 3 مجات، وهي من طبخوا واستووا. هلا بدي احطه تحتها. وهون الرز مثل ما انتم بتشوفوا قليت الشعريه. هلا هذا مقدار الرز 2 مجات ونص رز. ماشي احبتي؟ هدول الكاستين ونص. حطيت أول إشي معلقة كبيرة سمن حيواني، شايفين؟ معلقة كبيرة سمن حيواني، وحطيت عليها 3 معالق رز مازولا، زيت مازولا عفوا. وحمصتها منيح كتير للشعرية زي ما انتم بتشوفوا. شايفين ما أحلى لونها صار؟ كتير حلو بوقت العقل وبشهي. وقلبتهم مع بعض. وهلا بدي احط عليهم معلقتين، هلا هن 2 ونص رز، بدي احط عليهم معلقتين ملح. شايفين معلقتين قديش ملح صغار؟ هيهم معلقة وكمان معلقة، يعني جبل ناقصة شوي المعلقة، مش كتير كتير جبل. هي شايفين أحبتي؟ عشان ما يطلع مالح. هيك ملحه كتير طيب بطلع بشهي. وبدنا نحط عليهم 2 ونص بالضبط مي مغلية، وأتركهم يطبخوا لما تقريبا المية تنشف على الرز، يعني تصير بمستوى الرز. هلا هي راح تطلع أكتر من الرز. لما تصير المية بمستوى الرز راح أوطي عليه وأتركه يتهدى ربع ساعة، وبطلع بشهي القلب. وإن شاء الله بس يجهزوا راح أورجيكم الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقيدوا بكل التعليمات، بتطلع معكم الطبخة تحفة وبتشهي القلب.